السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام والأزهري القسمين العلمي والأدبي. إن شاء الله النهاردة معانا الدرس الثاني من دروس حساب المثلثات اللي هو قاعدة جيب التمام. قاعدة جيب التمام من اسمها يبقى فيها جتا. هنستخدمها امتى يا مستر قاعدة جيب التمام دي؟ احنا خدنا في الدرس الأول قاعدة الجيب اللي هي كانت بتنص على إن في أي مثلث أ ب ج النسبة بين أطوال الأضلاع بتساوي النسبة بين جيوب الزوايا، يعني أ شرطة على ج أ تساوي ب شرطة على ج ب تساوي ج شرطة على ج ج. وطبعا معانا برضو الاتنين نق والملاحظات اللي احنا قلناها في الدرس الاول. هنا كنا بنلاقي ان لازم يكون فيه نسبة كاملة اقدر اجيب من خلال عملية المقص اجيب الحاجات اللي ناقصة عندي. انما هنيجي النهاردة هنلاقي مثلا عندنا ضلعين وزاوية محصورة بينهم، او عندي الثلاث اضلاع. هشتغل ازاي يا مستر؟ لو جيت اشتغل هنا هلاقي ان مفيش ولا نسبة من دول كاملة مكتملة، يعني علشان اقدر اعمل عملية المقص. فاحنا هنبدأ نشتغل بالقاعدة دي. القاعدة بتاع جيب التمام فيها شقين او جزئين. الجزء الاول بيجيب اطوال الاضلاع، احنا هنحفظ واحد بس والباقي بالمثل. اما اجي اقول ا شرطة تربيع يبقى بيساوي ب شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص 2 ب شرطة ج شرطة جتا. ركزوا معايا، جتا أ. يبقى دي زي بتاع محصلة قوتين الناس اللي في علمي، بس هناك زائد. يبقى هنا أ شرطة تربيع يبقى ب شرطة مربع الاتنين التانيين ناقص 2 في الأول في التاني في جتا أ. طيب يا مستر لو قلنا ب شرطة تربيع نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام بالظبط، نفس الصيغة. يبقى احنا ما نحفظش رموز، احنا نحفظ الصيغة نفسها بالعربي. تمام. ده بتاع مين؟ لإيجاد طول الضلع. فين بقى بتاع إيجاد الزاوية؟ إيجاد الزاوية مش مشتق أو مستنتج من هنا. لو أنا عملت دي زي معادلة كده وخليت الجتا أ في جنب لوحديها هتطلع معايا كده في الآخر. يبقى جتا أ تساوي ب شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص أ شرطة تربيع على 2 ب شرطة ج شرطة. هنحفظها ازاي بالعربي؟ يبقى دي لإيجاد الزاوية. هنحفظها ازاي يا مستر؟ دي مربع الاتنين التانيين ناقص مربع الضلع اللي قصاد الزاوية على 2 في الأول في التاني. مربع الاتنين نربع ونجمع ونطرح اللي هو قصاد الزاوية على 2 في الأول في التاني. يعني ملخص القوانين باختصار هيبقى بالشكل ده. في أي مثلث أ ب ج يكون أ شرطة تربيع ب شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص 2 ب شرطة ج شرطة جتا أ، والب شرطة تربيع أ شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ج شرطة جتا ب. لاحظوا معايا، ج شرطة تربيع يبقى أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ب شرطة جتا ج. وده بنستخدمه عشان نجيب طول الضلع لو كان معلوم عندي طول ضلعين والزاوية المحصورة بينهما. مستنتج منهم زي ما قلنا في الشرح في الصفحة الأولى. جتا أ يبقى ب شرطة تربيع وج شرطة تربيع ناقص أ شرطة تربيع على 2 ب شرطة ج شرطة، وهكذا باقي القوانين. ودي اللي بنستخدمها لو أنا عندي أطوال الأضلاع أو النسبة بينها. في الحالة دي هقدر أجيب أي زاوية من زوايا المثلث. وطبعا زي ما احنا بنقول دايما علشان نوضح الشرح بتاعنا بنوضحه بالأمثلة. تعالوا نشوف مثال رقم 1. مثال رقم 1 بيقول لي في المثلث أ ب ج اوجد قيمة أ شرطة لو عندنا الب شرطة ب 30 والج شرطة ب 14 وقياس زاوية أ ب 60. يا أستاذ أنا دلوقتي إزاي هعرف أفرق بين قاعدة الجيب وجاب التمام؟ أنا هحل معاكم خالص وكأني مش عارف أي حاجة وهبدأ أطبق قاعدة الجيب. أهو يا مستر أ شرطة على ج أ ب شرطة على ج ب ج شرطة على ج ج. تعالوا نعوض. الألف شرطة اللي هي عايزينها يا مستر الجا أ يبقى جا 60 ب شرطة اللي هي 30 على جا ب ج شرطة اللي هي 14 على جا ج.
هاجي ابص هنا للنسب، مفيش ولا نسبة كاملة، مش هعرف اعمل عملية المقص. في زاويتين ناقصين مش هعرف اجيبهم، يبقى لا الكلام ده يا استاذ ما ينفعش. يبقى احنا لازم نروح لقاعدة مين؟ جيب التمام. يبقى انا دلوقتي لو انا ما خدتش بالي وجيت احل هلاقي الحل مش ماشي معايا، فهضطر ان انا اروح لمين؟ قاعدة جيب التمام. نحل بقى. عايزين قاعدة جيب التمام، عايزين ألف شرطة، يبقى ألف شرطة تربيع يساوي القانون اهو، ب شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص 2 ب شرطة ج شرطة جتا ألف. نبدأ نعوض. الب شرطة 30 تربيع 14 تربيع 2 في 30 في 14 جتا 60 تساوي. هبدأ أمسك الآلة الحاسبة بتاعتي وهكتبها زي ما هي كده، 30 تربيع زائد 14 تربيع زائد ناقص 2 في 30 في 14 كوزين 60. بعد ما كتبتها وتأكدت ان انا كاتبها مظبوط هضغط يساوي، طلع معايا 676. نلاحظ خلي بالكم ان دي ألف شرطة تربيع، يبقى نقول له إذن ألف شرطة بتساوي جذر 676 بتساوي، نقول جذر أنصر، يعني خد لي الجذر الإجابة الأخيرة تطلع معانا 26 سنتيمتر. 26 سنتيمتر. وبكده يبقى انتهت المسألة. مسائل بسيطة جدا بس محتاجة مني ايه؟ تركيز واتباع الخطوات واستخدام جيد للآلة الحاسبة. نشوف المسألة رقم 2. مسألة رقم 2 بيقول لي س ص ع مثلث فيه الس شرطة ب4 والصاد شرطة ب5 والعين شرطة ب6. اوجد قياس أكبر زوايا. نروح لأكبر ضلع. هو ده أكبر ضلع. أقول له يا مستر قياس أكبر زاوية مقابل لأكبر ضلع. يبقى عندي أكبر ضلع عين شرطة، يبقى قياس زاوية عين هي الأكبر. هنحسبها ازاي دي بقى يا مستر؟ هنحسبها من قاعدة الجيب التمام اللي هي جتا عين. القانون اهو نحفظه مع بعض. احنا قلنا نحفظه بالايه؟ بالشكل كده بالعربي بالنص، مش بالرموز. يبقى انا جتا عين يبقى س شرطة تربيع وصاد شرطة تربيع ناقص العين شرطة تربيع واتنين في الاتنين الاولانيين يبقى س شرطة صاد شرطة. ونبدأ نعوض. ادي شرطة الكسر بتاعتي. السين شرطة ب4 تربيع، محدش يكتبها 16، هي 16 صح بس الافضل يعني. هنا 5 تربيع وهقول لكم ليه دلوقتي. هنا 6 تربيع وهنا 2 في 4 في 5. يبقى شوفوا انا بكتب تحت في المقام قلت 2 في 4 في 5. ممكن اجي في مره اكتب دي 16 انسى واكتب هنا 16 تبوظ لي الايه؟ المساله كلها. بمسك الاله الحاسبه بتاعتي وببدا اكتبها زي ما هي كده. نمسح اللي على الاله ونكتب شرط الكسر 4 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 6 تربيع، وننزل تحت من هنا كده ونقول له 2 في 4 في 5 ونضغط يساوي. طلع معايا بتمن. محدش يكتب الزاوية بتمن، لا ده الناتج ده اللي بتمن. مين اللي بتمن؟ ده جت عين، يبقى لازم اضغط شيفت كوزين انصر، يبقى قياس زاوية عين تساوي. امسك الآلة نفس الرقم اللي على الآلة، مش كل شوية همسح اللي على الآلة واكتبه تاني. اقول له شيفت كوزين يعني هات لي الزاوية اللي جبت انصر الإجابة اللي كانت طالعة معانا بتساوي. طلع الرقم ده ندوس كوما عشان نجيبه درجات ودقايق وثواني. 82 49 9. 82 49 9. كده جبنا أكبر إيه؟ أكبر زاوية. بيقول لي وكذلك احسب مساحته. مساحة المثلث بتساوي إيه يا شباب؟ مساحة المثلث س ص ع بتساوي نص حاصل ضرب أي ضلعين في جاب الزاوية المحصورة بينهم. يبقى أنا أقول له نص س شرطة صاد شرطة جت عين، لأن أنا عندي زاوية عين عشان ما اضطرش إن أنا أجيب زوايا تانية. يبقى نص س شرطة ب4 الصاد شرطة ب5 في جتا الزاوية دي 82 49 9.
تساوي سنتيمتر ايه مربع. طبعا انا كنت مطلع الجتا على بعضيها كده جا ام سوري يا شباب. يبقى دي كده جا نص حاصل ضرب اي ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهم، مش جتا. نمسك الآلة الحاسبة ونحسبها مع بعض. يبقى الزاوية هي هضربها في ساين، هاخد لها ساين انسر تساوي، ادي الساين بتاعتها هنضرب في 5 في 4 في نص، تطلع معانا ب9.92، يبقى نكتب له 9.92 سنتيمتر ايه مربع. 9.92 سنتيمتر مربع. كده يبقى انتهت المسألة، ونروح نشوف برضو مسألة كمان. المسألة رقم 3 بيقول لي أ ب ج مثلث فيه نص جا أ تلت جا ب بتساوي ربع جا ج، احسب قياس زاوية ج. أنا هنا الشكل ده ما بحبوش، هبدأ أكتب المسألة بتاعتي بالشكل ده، جا أ على 2 جا ب على 3 جا ج على 4. يعني الألف شرطة معانا ب2 لازم نحط ثابت يبقى كاف، الب شرطة 3 كاف، والجيم شرطة ب4 كاف. بعد ما حطيت اللي جبت الألف شرطة وب شرطة اللي هي نسب بين أطوال الأضلاع، عايزين قياس زاوية ج. أدي القانون بتاعنا، جتا ج تساوي ألف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على 2 ألف شرطة ب شرطة. هنبدأ نعوض. الألف شرطة يبقى 4 كاف تربيع، الب شرطة 9 كاف تربيع، خلي بالكم احنا بنربع العدد والرمز، ناقص 16 كاف تربيع. هنا 2 في ألف شرطة 2 كاف ب شرطة 3 كاف تساوي 4 و9 13 ناقص 16 يبقى سالب 3 كاف تربيع. هنا 2 في 2 ب4، 4 في 3 ب12 كاف تربيع. هنبدأ نشيل الكاف تربيع مع الكاف تربيع، سالب 3 على 12 اللي هي سالب ربع، يبقى إذا قياس زاوية ج. السالب ده يا شباب معناها إن الزاوية دي زاوية منفرجة، ودي من مميزات قاعدة جيب التمام، إن هي بتحدد لي الزاوية بتاعتي زاوية حادة ولا منفرجة، مش زي قاعدة الإيه الجيب. هنبدأ نكتب على الآلة شيفت كوزين سالب ربع يساوي، واضغط كوما، طلع معايا 104 28 39 104 28 39 104 طبعا درجة، 28 دقيقة 39 ثانية. وكده يبقى انتهت الايه المسألة. شوف مسألة كمان. مسألة رقم 4 بيقول لي أ ب ج مثلث فيه الألف شرطة ب 13 سنتيمتر والب شرطة ب 14 والج شرطة ب 15. اوجد طول نصف قطر الدائرة. نصف القطر أنا عايز نق، ما عنديش نق هنا، لا أنا هجيب الزاوية وأرجع أجيبها من إيه؟ من قاعدة الجيب. يبقى هنجيب أي زاوية معانا، مثلا وليكن جتا أ. القانون ب شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص أ شرطة تربيع على 2 ب شرطة ج شرطة. الب شرطة يبقى 14 تربيع، الجيم شرطة 15 تربيع ناقص 13 تربيع، 2 في 14 في 15 تطلع معانا بالآلة الحاسبة طلع ب3 على 5. نضغط شيفت كوزين أنسر يساوي كوما، يبقى طلع معانا 3 على 5. نكتب 3 على 5 وبعد كده نكتب الايه قياس زاوية أ، يبقى 3 على 5 والزاوية 53 7 48 53 7 48. بعد كده بقى هنرجع لقاعدة الجيب ونقول له أنا جبت زاوية أ، يبقى أ شرطة على جا أ تساوي 2 نق.
يبقى إذا النق بتساوي الألف شرطة ب13 و2 جا الزاوية دي 53 7 48. نحسب بالآلة الحاسبة بتاعتنا. ادي شرطة للكسر 13 على 2 ساين، نركز في الحسابات بتاع الآلة الحاسبة يا أولاد، 5 3 كوما 7 كوما، لأن أغلب الأخطاء بتاع حساب مثلثات بتبقى بسبب استخدام الآلة الحاسبة. نقفل القوس يساوي، طلع معايا 8 و12 من 100 و13 من 100، 8 و13 من 100 سنتيمتر. وبقول اوجد طول نصف القطر، نركز لان فوائد بيطلب طول القطر كله، هنا بقول لي طول نصف القطر يبقى 8 و13 من 100. وبكده يبقى انتهت المسألة رقم 4. ونروح نشوف مسألة كمان. المسألة رقم 5 بيقول لي أ ب ج د متوازي أضلاع في زاوية أ ب 120 ومحيطه 16 وطول القطر الكبير 7، فأوجد مساحة متوازي الأضلاع. طبعا هنرسم متوازي الأضلاع بتاعنا. ادي متوازي الأضلاع. بيقول لي ب ج أكبر ولا أ ب أكبر؟ أ ب أكبر. تمام. الزاوية دي ب 120. يبقى دي متوازي الأضلاع بتاعنا، ونوصل القطر ده، القطر ده هو الأكبر. نحط البيانات على الرسم. أ ب ج د. عندنا الزاوية دي ب120 والقطر ده ب7 سنتي والمحيط 16. يعني ايه المحيط 16؟ يعني لو سميت دي س يبقى دي 8 ناقص س. ازاي يا مستر؟ نصف المحيط أ ب زائد أ د بتساوي نص المحيط، يعني بتساوي 8. فأنا هفرض أ ب س يبقى دي 8 ناقص إيه؟ ناقص س. تمام. بعد كده هبدأ أشتغل عادي. هقول له من قاعدة جيب التمام إحنا عندنا 7 تربيع تساوي اللي جنبيها اللي حوالين الزاوية، يبقى س تربيع زائد 8 ناقص س لكل تربيع ناقص 2 س في 8 ناقص س جتا 100 وكام؟ 120. يبقى أنا عوضت كده في القانون، وهبدأ أفك الكلام ده علشان نشوف قيمة السين هتطلع بكام معانا، وساعتها هنقدر نجيب المساحة بسهولة. يبقى هنا 49 تساوي س تربيع زائد 64 زائد س تربيع ناقص 16 س اللي هي 2 في الأول في التاني. هنا الجتا 120 بسالب نص، يبقى هتروح مع دي هتبقى زائد، يبقى زائد 8 س ناقص س تربيع. دي هتروح مع دي، يبقى هيصبح عندي المعادلة بتاعتي س تربيع ناقص 8 س، وهنا 64 ناقص 49، لأن هيجي لنا 49 بالسالب تبقى زائد 15 تساوي 0. طبعا هبدأ أجيب قيمة السين. أدي س وس، عايزين نحسب ضربهم 15، 3 في 5 سالب وسالب، يبقى هنا الس ب3 والس ب5. الس ب3 دي هنقول عليها مرفوضة، لأن هو بيقول لي في السؤال إن الألف ب أكبر أقل. ألف ب أقل من ب ج. آسف بقى علشان وأنا برسمها عملتها أكبر شوية، مش مشكلة. يبقى هنا كده ألف ب أقل، يبقى هنا كده ناخد دي تبعنا ودي لأ، يبقى نقول له ألف ب بتساوي 3 سنتي، وألف د اللي هي ب ج يعني بتساوي ب ج بتساوي 5 سنتي. تمام. بعد ما جبنا الأطوال دي بيقول لي اوجد مساحة متوازي الأضلاع. احنا محفظينكم كده يا شباب إن مساحة متوازي الأضلاع بتساوي مساحة مثلث في 2، مساحة متوازي الأضلاع بتساوي 2 في مساحة مثلث كبير. المثلث الكبير ده اللي هو نص في 3 في
5 في جا 120 تساوي. نمسك الآلة الحاسبة بتاعتنا، النص طبعا هيروح مع الاتنين، يبقى 3 في 5 في ساين 120 تساوي. طلع معانا الرقم ده، هندوس اس دي، يبقى 13 تقريبا، يبقى تقريبا ايه 13 سنتيمتر مربع. وبكده يبقى انتهت المسألة رقم 5. ونروح نشوف المسألة رقم 6 والأخيرة معانا، دي خاصة بالشكل الرباعي الايه الدائري. بيقول لي أ ب ج د شكل رباعي فيه أ ب بيساوي أ د بيساوي 9. نبدأ نرسم الشكل مع بعض. أ ب بيساوي أ د بيساوي 9، وليكن يعني دي 9 ودي 9، والب ج ب5 والجيم د نوصل ده ونحط الرموز الأول أ ب ج د. ده ب9 وده ب9 والب ج ب5، ده ب5، الجيم د ب8، ده ب8، الألف ج اللي هو القطر ده اهو نوصله ب11. واللي يثبت ان الشكل رباعي دائري. الفكرة هنا عشان نثبت ان الشكل رباعي دائري ان احنا نثبت ان جتا ب بتساوي سالب جتا د، لان الكلام ده معناه ان الزاويتين دول متكاملتان، يعني مجموعهم 180 درجة. يبقى احنا هنحسب جتا ب وبعد كده نحسب جتا د. الحساب سهل خالص، اللي حواليها ناقص اللي قصادها، احفظوها كده، اللي حواليها ناقص اللي قصادها. اما اقول جتا ب، مين اللي حواليها؟ 9 تربيع زائد 5 تربيع ناقص اللي قصادها، يبقى 11 تربيع، 2 في 9 في 5. اما اقول جتا د اللي حواليها ناقص اللي قصادها، يبقى 9 تربيع زائد 8 تربيع ناقص 11 تربيع على 2 في 9 في 8. طبعا معايا الآلة الحاسبة بتاعتي، واتعود على الاستخدام، ما اخدش النواتج من اللي جنبيه علشان اكون ايديا واخده على الشغل. 9 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 11 تربيع على 2 في 9 في 5 تساوي. طلع معايا سالب سدس، يبقى الاولانيه دي سالب سدس. الثانيه ممكن وانا بحسب التانية يا شباب ما اقعدش اكتبها من الاول، انا هدخل كده هيغير ال5 دي اعملها 8 اهو 8، واطلع فوق اغير ال5 واعملها 8. تربيع واضغط يساوي، انا عارف ان هي هتطلع بسدس لان هي دي من الملحوظه، يبقى سدس. يبقى الملحوظه بتاعتنا اهي، لو جتا بتساوي سالب جتا يبقى الزاويه ديتين دول مجموعهم 180 درجه. يبقى انا اكتب له كده بما ان جتا ب بتساوي جتا د، بس واحده فيهم بالسالب، يعني مستر احط السالب هنا ولا هنا اي مكان، يبقى احدهما بتساوي سالب الاخرى. اذا ب قياس زاويه ب زائد قياس زاويه د بتساوي 180 درجة، زاويتان متقابلتان متكاملتان، ويكون الشكل أ ب ج د رباعي دائري. وبكده يبقى انتهت المسألة، وكمان انتهى معها الفيديو بتاعنا. كان فيديو جميل وممتع، أتمنى ينال إعجابكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية. وكمان ما تنسوش تعملوا شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الطلاب والكل يستفيد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.